مع أول ليلة من ليالي السنة الهجرية الجديدة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتغيير كسوة الكعبة. نلاحظ الآن الكعبة المشرفة وقد تم تفتيق الجوانب الأربعة من الستارة ليتم إنزالها، وأيضا فك الصمديات الأربعة الموجودة في الأركان أربعة، وأيضا هذه القناديل الله أكبر الموجودة فوق الحجر الأسود، ثم أيضا قطع الأماكن الموجودة في أعلى الكعبة، وذلك لتسهيل إنزال الستار أو الكسوة القديمة. نلاحظ الآن إخراج الكسوة الجديدة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، والذي يصنع فيه هذا المجمع خاص لصناعة الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة، حيث يتم نقلها من خلال مراسم رائعة وتليق بكسوة الكعبة تعظيما لهذا البيت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقوم 130 صانع وفني بنقل هذه الكسوة من المصنع الموجود في أم الجود في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام. نحن هنا الآن نلاحظ هذه ساحات المسجد الحرام أمام باب الملك عبد العزيز، وقد وضعت هذه الكسوة في عربة خاصة للكسوة لإدخالها الآن من الساحات الموجودة خارج المسجد الحرام إلى داخل المسجد الحرام ضمن هذه العربة بطريقة تليق بعظمة هذا البيت وبمكانة هذا البيت الذي يشهد هذا الإقبال الكبير من الناس ومن الزوار والحج المعتمرين وبقية الحجاج، لأنه في بداية العام الهجري ما زال إلى الآن هناك حجاج موجودون من بعض الدول الإسلامية. هذا الآن المراسم التي سيسلم فيها هذه الكسوة الجديدة الآن لمن سيقوم بإلباس الكعبة المشرفة هذه الكسوة. الآن نلاحظ الكسوة القديمة تم تجهيزها للإنزال. طبعا لا يتم إنزالها مباشرة، إنما يقوم أولا بفتح الكسوة الجديدة وتهيئتها وتجهيزها ثم رفعها كما سنشاهد الآن. نلاحظ الآن يرفعون الكسوة الجديدة قبل إنزال الكسوة القديمة، وذلك تعظيما لهذا البيت وإجلالا وتكريما له. هذه هي الكعبة المشرفة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا. الآن طبعا رفعوا أحد الجوانب، طبعا هي 4 جوانب، كل جانب يقومون برفعها إلى أعلى الكعبة، ثم إنزال بعد ذلك الثوب القديم والكسوة القديمة. هذه نلاحظ الآن هذه الكسوة القديمة التي أنزلوها من تحت الكسوة الجديدة، يقومون بلفها وجعلها أيضا في العربة التي جاءت بنفس الكسوة الجديدة. هذا الحجر الأسود الذي هو قطعة من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. نلاحظ الآن هذه الجهة التي من جهة حجر إسماعيل، أو من جهة أخرى ليست من حجر إسماعيل لأنه ما في مزراب هنا، يرفعون في هذه الجهة أيضا. هذا الركن اليماني، هذا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، يرفعون في هذه الجهة أيضا الستارة الجديدة التي نسجت من الحرير، وأيضا هذه الزخارف وهذه الآيات واللوحات. هذه هي جهة الركن الشامي والعراقي من ضمن حجر إسماعيل لأنه الميزاب عليها. الآن يقومون بإنزال الكسوة القديمة حتى لا تظهر جدران الكعبة، وهذا من باب التعظيم، ليس هناك أمر شرعي أو أمر منهي عنه، إنما هو من باب التكريم والتعظيم. وكما نعلم أن أول من كسى الكعبة المشرفة هو ملك تبع الحميري الذي كان بقصد هدم الكعبة، ومرض مرضا شديدا قبل أن يصل إلى مكة، حتى قال له زعماؤها وأشرافها: إنك نويت نية سيئة، ولو أحسنت النية لا شافاك الله. فعلا عزم على أنه إن شفي أن يكرم هذا البيت، فرد الله له صحته وعافيته، فأكرم هذا البيت وكاساها وبنى وجعل لها بابا من باب الإكرام والتعظيم. كتبت على هذه الكسوة
لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا حنان يا منان يا الله. يعمل في مصنع كسوة الكعبة قرابة 240 عاملا وإداريا وفنيا، كلهم خلال عام كامل لإنتاج هذه الكسوة للكعبة المشرفة. ونلاحظ أن مقدار الحرير الطبيعي الذي يستخدم في صناعة الكسوة قرابة 670 كيلو غرام، وسلك الذهب والفضة الذي تكتب فيه الآيات في هذا الحزام قرابة 150 كيلو غرام. والكعبة محاطة بحزام عليه آيات في الثلث الأخير.